زي ما احنا شايفين عمارة من أغرب العماير في اسكندرية. بصوا، عمارة بين عمارتين مش هتصدقوا. زي ما احنا شايفين ادي عمارة وادي عمارة تانية وهي في النص. زي ما احنا شايفين مساحة عمارة صغيرة جدا على شاطئ البحر في أبو قير. ده شاطئ أبو قير زي ما احنا شايفين. بصوا المنظر، ده الشاطئ ودي المنطقة. بصوا طبعا في عماير كتير زي ما احنا شايفين. بصوا نيجي بقى لعمارتنا. ادي العمارة اللي بنتكلم عليها. طبعا في عمارتين ضخمة، هي بقى دخلت بينهم ازاي مش عارفة. زي ما احنا شايفين عمارة صغننة جدا، تقريبا البلكونة بلكونة نص أوضة، يعني مش أوضة، نص أوضة. بس هما استغلوا المكان واستغلوا اللي هي طبعا على البحر. حتى لو كانت شباك، لو كانت واجهتها شباك كانوا هيعملوها برضو. المكان خرافي طبعا على البحر على طول في منطقة أبو قير، في المنظر الجميل اللي احنا شايفينه ده. مش مهم المساحة قد ايه، عادي ممكن يقفوا، ممكن وهم واقفين ما يناموش. بصراحة هو منظر ما ينيمش. أغرب عمارة فعلا شفتها في اسكندرية. بصوا زي ما انتوا شايفين على هيئة شاشة LCD زي ما احنا شايفين. بصوا المنظر كأننا ماسكين الشاشة موقفينها على بوزها، وهي اتحشرت بين العمارتين. عمارتين ضخمة، برجين ضخمة. هي بنوها ازاي اصلا انا مش عارفة. اغرب عمارة في اسكندرية زي ما احنا شايفين. لا بصوا، والعربيات واقفة تحتها، تقريبا دول اللي ساكنين فيها. بصوا الجمال، بصراحة هو منظر جميل. يعني اي حد فينا هيقول قدام البحر مش مهم بقى ان شاء الله نقف كلنا كده في البلكونة، صح ولا لا؟ منظر جميل. ودي كانت النهاردة جولتنا، ولفت نظرنا مساحة العمارة، أصغر عمارة وأغرب عمارة في اسكندرية. حبايبي المتابعين ما تنسوش اللايكات، وأشوفكم الجولة التانية. باي باي.